إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وجعله بينكم أيها الناس محرما، وجعل عاقبة الظلم دمار الدنيا وزهرتها، فتكون بعد ذلك قاعا صفصفا، تسقط الدول وتنهار الحضارات، ويتحول الأمن خوفا والعز ذلا بسبب الظلم. لأن الظلم هو التصرف في غير ما يملك الإنسان أن يتصرف في حق غيره. والله تبارك وتعالى سن في هذه الأرض، في هذا الكون، سنناً، وشرع شريعة، وبين المعالم والحدود، وجعل على نفسه جل وعلا، مع أنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وليس تصرفه في حق غيره، ولكن جعل حدوداً من التزم بها من عباده فإنه لا يظلمه ربه مثقال ذرة جل وعلا، مع أنه مالكه. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى حديثاً عن ربه قدسياً، كان بعض السلف إذا قرأه وهو واقف يجلس لعظمة ما فيه من المعاني التي تدل على سعة ملك الله، وعلى سعة علمه، وعلى سعة ملكه، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه من أمور عباده خافية، وأنه لو أعطاهم كل ما يطلبون في وقت واحد لا ينقص من ملكه شيء. حديث عجيب جدا، ولكنه تطرق في أوله للظلم، فقال: يا عبادي، الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. حرمت الظلم على نفسي، هكذا جاء في حديث معاذ في البخاري وغيره: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الحق الذي جعله على نفسه تفضلا، وإلا فإن أعطى وأنعم فبفضله، وإن عاقب فبعدله. قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. جل الله. ماذا تنتظرون عندما ترفع الدعوات إلى الله في الأسحار والطغاة المجرمون الظالمون يغطون في غفلتهم ونومهم، فتأتيهم بعد ذلك الصواعق، وتأتيهم بعد ذلك صنوف من العذاب، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. سقطت في الفتوحات الإسلامية دولتا الفرس والروم. سقطت دولة الفرس سقوطا تاما وانتهت، وسقطت وتضعضعت وهنت دولة الرومان، وبقيت لها بقية إلى القرن التاسع، إلى أن فتح عاصمتها السلطان محمد رحمة الله عليه الملقب بالفاتح. والأمة المسلمة يا إخواني هذه سنة الله مع الخلق كلهم. الأمة المسلمة يوم كانت أمة متماسكة قائمة على العدل والقسط، دخلت الجيوش إلى أعماق أوروبا من جهة الغرب، إلى ما يسمى اليوم إسبانيا والبرتغال، ودخلت إلى وطرقت أبواب الصين، دخلت شبه القارة الهندية، وتوسعت في الجهات المتعددة. دخلت إفريقيا في الإسلام بعد الجزيرة وبعد مصر. لكن لما وجد الظلم ووجد التناحر على الملك ووجد التنافس وكثرت الفرق المنحرفة داخل الأمة، ضعفت الأمة ووهنت ووصلت إلى ما وصلت إليه. قامت الإمبراطورية الشيوعية فيما يقرب من نصف الأرض مع حلفائها، ولكنها كانت قائمة على الظلم وعلى فرض الإلحاد فرضا، وعلى محاربة الأخلاق والدين حربا واضحة، ففعلت لها ما يقرب من 70 عاما ثم سقطت وترنحت. واليوم ينتظر الغرب مصيره. أمريكا التي تقتل الناس بالطائرات وتجعل الحكام راضخين، إما أن يرضخوا لها وأن يحتكموا إليها في أمورهم كلها، وإلا تسلط عليهم من داخلهم ثورات وأحزابا ومشاكل، إلى أن استسلم الناس، استسلم الحكام، وتفعل ما تريد. فغزو فرنسا لمالي عدل، ودفاع المسلمين إذا غزاهم الكفار في بلادهم ظلم وإرهاب لا يجوز لهم أن يدافعوا عنه. أمريكا وأنا سافرت إليها مرارا أشهد أن في داخلها عدلا، أن في داخل البلد شيئا من العدل، هذا من باب الأمانة، وهو الذي يؤخرها مرحلة معينة، ولكن علاقاتها مع المسلمين قائمة على الظلم، وهذا سيكون سبب هلاكها. علاقاتها مع العالم كله بما فيهم المسلمون. دولة اليهود في فلسطين تأخذ الأرض وتنتهك الحرمات في المسجد الأقصى، تحميها أمريكا وأوروبا، وإذا قال المسلمون يجب قتالها لإخراجها، وهذا إنما هو تبع للشرع، بل وقوانينهم الوضعية الباطلة تقرر هذا، أن من حق من غزيت بلاده أن يدافع. ومع ذلك سيكون كلام المسلمين إرهابا وأفعالهم ستكون إرهابية. ولذلك انتظروا لأمريكا وأوروبا السقوط، لأن سقوط الدول سيكون تبعا لسقوط الأخلاق والمبادئ.
هذه المجالس الدولية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق والمنظمات الحقوقية، هذه كلها تدور حول حقوق معينة تخدم أمريكا وأوروبا. وخذوا على سبيل المثال يا أيها المسلمون، وأرجو أن يفهمني اليمنيون، مؤتمرين كانوا أو إصلاحيين، متحزبين أو مستقلين، أننا لا نمثل إلا الإسلام الذي هو ديننا جميعا. لأن بعض الإخوة يقولون: ها أنتم تتحدثون عن الظلم في سوريا بناء على أنها كغيرها من الثورات التي قامت والتي قامت بها بعض الجهات والأحزاب وكذا وكذا. لا، كل الثورات التي قامت عندنا لها تقييم، فبعضها كانت ضرورية وليس هذا مكان التفصيل، وبعضها عندها قدر من الحق وليست في كل شيء على حق. ونحن في اليمن كان لنا تفصيل وسط بين طرفين، لكن أنا أتحدث عن الظلم القائم في الشام على الخط، والذي تتبناه إيران وحكومة المالكي في العراق والأحزاب الشيعية التي لها ميليشياتها في العراق والطائفة النصيرية في سوريا، ومن وراء هؤلاء وأيضا حزب الله، ما يسمى بحزب الله في جنوب لبنان، ومن وراء هؤلاء الصين وروسيا وبعض الدول بكل صلافة، وأمريكا وأوروبا راضية بالظلم الموجود في سوريا. قرابة 100,000 من القتلى، ومئات الألوف من المطرودين في خارج البلد، و4 ملايين إلى 5 ملايين في داخل البلد هجروا من مدنهم. ومنذ 4 أشهر كانت الإحصائيات أن 4 ملايين من المنازل دمرت، وهي الآن إلى 5 أو أكثر. وفي مجزرة واحدة من الظلم الشنيع في بنياس في منطقة البيضاء، قرية البيضاء، يذبح 1000 مسلم من أهل السنة، من الرجال ومن النساء ومن الأطفال ومن الشيوخ العجزة. وإذا قتل نصراني أو يهودي في غابة من الغابات تحركت منظمات حقوق الإنسان من كل جهة، وهذا شعب دمرت مدنه، دمرت مساجده، هجر أهله. الآن يشجع الحاكم الذي يضرب بالأسلحة المدمرة، يقال سيكون هناك اجتماع بعد شهر، وما تأكدنا أنه ضرب بالأسلحة المحرمة، كأنهم يقولون له دمر كل شيء وبعد ذلك سنتحدث. ظلم 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 يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إيران تظلم أهل السنة، عربا كانوا أو كردا أو من البلوش أو من التركمان، لا حقوق لهم، وهي تدعي أنها تمثل الإسلام. ولم تقتصر على هذا، تدخلت في العراق لذبح أهل السنة، وتدخلت الآن في الشام لذبح أهل السنة، ودولنا نحن أهل السنة في ذهول. متى ستشعر بواجبها في مواجهة هذا الظلم والطغيان؟ عجيب. دعوني أذكر ظلما آخر حتى في اليمن خطر على بالي. من هو الذي يظلم الطيارين اليمنيين في سقوط طائراتهم؟ يا عجبا، بين الفينة والأخرى تسقط الطائرات في أوقات متقاربة. من الذي ذبح الطيارين؟ ستكون التهمة جاهزة، القاعدة. إننا يجب أن نرجع إلى حقيقة الأمر. كثير من الأحزاب ترمي على غيرها المسؤولية، والأحزاب نفسها عاقبتها عندما تقوم على ظلم أفرادها ومن خالفها
وعلى ظلم، حتى سواء كانت حاكمة أو معارضة، إذا عاشت في الظلم فستتفرق أيدي سبا وتصير شدر مذر، عقوبة لها من الله تبارك وتعالى. نريد أن نعرف من وراء هذه العمليات. نحن نقول إن قتل الطيارين أو قتل الجنود أو قتل أي مسلم حكوميا كان مدنيا عسكريا حرام حرام حرام، لكن يبحثوا لنا من هو هذا الظالم الذي يخطط هذه التخطيطات. كلما طلعت الصائرة فوق صنعاء سقطت. ليس سهلا أن تلقوا بالمسؤولية على غيركم بسهولة. إذا كانت القاعدة قد وصلت لهذا القدرة فهذا شيء عجيب. لماذا لا يخطر على بالكم شيء آخر؟ أليس هناك تدخل دولي آخر؟ أليس هناك جدول أو تدخل دولي؟ أليس فاحموا بلادكم، احموا بلادكم من التدخل الخارجي، لأن هؤلاء لا يرحمون، يريدون تغيير الدساتير القائمة على الشريعة، يريدون جعل المرأة كالرجل في كل شيء، يريدون أن يصلوا إلى الزواج المثلي للرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. لا تحقق لهم ذلك بإذن الله. ولقد حضرت جلسة في قاعة المحافظة، قلت من أجل أن أعبر عن شعوري وشعور أهل الإيمان والحكمة في اليمن أننا نريد تطبيق الشريعة، لأن اللقاء هذا كان للقوات المسلحة، فمن أول جندي إلى آخر ضابط الحمد لله يقولون نريد الشريعة الإسلامية والهوية الإسلامية. والله خرجت قبل الوقت وحمدت الله وذكرت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فرحت وحمدت الله أن في الناس خيرا، لكن المؤامرات لا تزال قائمة من أجل إفساد قلوب أهل اليمن الطيبين الصالحين، حفظهم الله من كل سوء. عباد الله، ربكم يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاعلم يا عبد الله أن ظلمك أخاك أعظم من ظلمك نفسك بمعصية الله ما عدا الشرك، لأن أهل العلم قالوا: الظلم 3 أقسام: أشدها أشد الأقسام يعني، وأشنعها وأفظعها وأشدها حرمة الشرك بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن مسعود كما في الصحيحين: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، وإنما هو الشرك. أما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا عبادة غير الله، صرف العبادة لغير الله، صلاة كانت أو صوما أو دعاء أو رهبة أو رغبة أو خوفا أو رجاء أو دعاء أو طلبا للرزق والأولاد والنصر والسعادة وطرد الشقاوة. الطلب من غير الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا من مات مشركا كافرا فهو واقع في أعظم الظلم وأشنعه وأفظعه، ولا أمل له يوما من الأيام ولا بعد ملايين السنين أن يدخل الجنة وأن يخرج من النار. أعاذنا الله وإياكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القسمان الباقيان سأتكلم عنهما بإيجاز في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه،
الشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، أيها المؤمنون، القسم الثاني من الظلم ظلم الإنسان أخاه بسفك دمه أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه سورة الآداب كما قال بعضهم، آداب مع الله وآداب مع رسوله وحقوق الأخوة، وفيها تحريم الإضرار بالمسلم بأي صورة من الصور كانت. اجتنبوا كثيرا من الظن، بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الحقوق التي لأخيك عليك والتي لك على أخيك يمكن أن تؤخذ من هذه السورة ومن بقية النصوص في الكتاب والسنة. فظلمك أخاك في واحدة من هذه الأمور التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع كما في صحيح مسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعتبر وقوعك في واحدة منها يعتبر صورة من صور الظلم من النوع الثاني الذي هو ظلم الإنسان غيره. أما النوع الأول وهو الشرك فهو الأخطر، لكن هذا النوع أخطر من الذي يليه، وإن كانت كلها محرمة لكن المحرمات تتفاوت. ليس قتل النفس المحرم قتلها يساوي كلمة تقولها في حق أخيك، مع أن الكلمة لها أضرارها وهي من المحرمات، لكن المحرمات تتفاوت. النوع الثالث ما بينك وبين الله من المعاصي، ما بينك وبين الله من ترك بعض الحقوق. النصوص التي جاءت توجب ما بينك وبين الله من الحقوق توجب عليك أن تعبده، وفرض عليك أن تصلي له مخلصا، وأن تدفع زكاة مالك، وأن تحج في عمرك مرة، وأن تصوم شهر رمضان، وأن وكذلك المحرمات. لكن بعضها قد يعفو الله عنك إذا قصرت ببعض الأمور. أما بالنسبة للصلاة ففيها نصوص واضحة صريحة أن تركها كفر، لكن ما بينك وبين الله في بعض الأمور هو أهون مما بينك وبين المخلوق. لماذا؟ لأنك لو عاد إليك رشدك وخلوت بنفسك وجلست جلسة منفردة وحاسبت نفسك، اعتذرت إلى ربك وعزمت على عدم العودة إلى ذنبك، يغفر الله لك في الحال. لكن بالنسبة لحقوق الناس أيها القاضي، أيها المسؤولون، أيها الحكام والقضاة، أيها المحكمون بين الناس، هذه الحقوق إذا ضاعت ستؤدى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وحكم به، وأما القاضيان الذين في النار الأول قضى على جهل، والثاني عرف الحق وحكم بخلافه. فانتبه. حقوق المرأة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته هذه من الأمور العظيمة. حقوق الجيران، حقوق المؤمنين عموما، إذا لم تؤدى في الدنيا ستؤدى يوم القيامة. يأتي الرجل وله حسنات كأمثال الجبال، لكن يأتي وقد ظلم هذا وبطش بهذا وأخذ مال هذا،
فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فألقي في النار، لأن الميزان سيحدد كم له حسنات. 10 مليارات. كم عليه سيئات؟ 10 مليارات وسيئتان ولا سيئة. هذا هو العدل. ادخل النار. حقوق الناس ما بينك وبين الله فيه مبني على التسامح، وذاك مبني على المشاححة، إلا في بعض الصور التي يتحملها الله. أنا أذكر ما ذكره بعض أهل العلم ما شاء الله، قال القتل فيه 3 حقوق. يا للهول. وهذا من أفزع الأمور، يوم يأتي الرجل يقول يا رب، قل يا رب سل هذا لماذا قتلني. ماذا يقول؟ قتلته من أجلك. هو قتله على شهوة من شهوات الدنيا. لكن قال العلماء في القتل 3 حقوق. الحق الأول لله، فمن تاب بعد القتل وندم وتضرع وسلم نفسه للورثة ليقتلوه، وهذا شرط الشوكاني في فتح القدير وفي غيره، أنه من صدق توبته أن يسلم نفسه، لا أن يفر من الشر. لاحظتم كيف؟ صدق في التوبة. قال هذا حق الله. بقي الحق الذي للورثة، القصاص أو الدية أو العفو، هو يخضع لذلك. قالوا عفى الله عنك، وقد صدق في توبته، قبلوا منه الدية. بقي الحق الذي للميت المقتول ظلما، سيأتي يطلب حقه. قال العلماء إذا صدق في توبته وتوفرت الشروط المعروفة فيها فإن الله يتحمل عنه. ولذلك حقوق المخلوقين مبنية على المشاححة. فاتقوا الله عباد الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وبعض الناس يفهمون الظلم فقط حصروا عند الحاكم أو القاضي. الناس يتفاوتون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح بدأ بالحاكم ثم انتهى بالخادم، بدأ بالحاكم وانتهى بالخادم. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المؤمنون، سلوا من الله أن يجنبنا وإياكم الظلم بأنواعه. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الظلم، ونسأله أن يرزقنا الإنابة والعودة إليه. تنبيه أخير أذكره، وهو أننا أهل اليمن عندما دخل الإسلام إلى اليمن في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء اليمنيون إليه ووصفهم بأوصاف كثيرة مبشرة، حتى إنه أخبر أن أهل اليمن هم مدد للإسلام. إن الله استقبل بي الشام واستدبر بي اليمن، فقال قد جعلت لك ما أمامك غنيمة مغنمة، وجعلت لك ما وراءك مددا. أنتم مدد الإسلام. وهكذا كان الصحابة من اليمنيين، كان أجدادكم في التاريخ هكذا. حصل عندنا فتور، سنعود إن شاء الله إلى الرشد، لكن بعض الإخوة اكتفوا من هذه المسألة من يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين معاذا، وفي الصحيحين أيضا عندما أرسل معاذا وأبا موسى، اكتفوا بجمعة الجند. ما شاء الله، حفلتهم جمعة الجند، أول جمعة في رجب يجتمعون فيها بالجند، ومن حضر هذه الجمعة كان له أجر حجة وعمرة، ولا ذمة المفتين الذين يفتونهم. وهذا كلام لا أساس له، لا أساس له من الصحة، لا أساس له. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها جاءت رواية وهي كلمة زائدة ليست في الحديث: لا تشد الرحال
هذا يعني ذكر ابن أبي سمرة في طبقاته الجعدي: لا تشد الرحال إلا إلى 4 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ومسجد الجنة. هذه الزيادة باطلة لا أساس لها. مسجد الجنة، مسجد الجنة غير من المساجد. رضي الله عن معاذ بن جبل وصل إلى الجنة، وذهب أبو موسى عند أصحابه افتهام رضي الله عنهم أجمعين، ودخل الناس في الإسلام بدون مشاكل، ويعني جاء من يريد أن يخرجهم من الإسلام بدون مشاكل، وظهر الأسود العنسي وفعل لعب لعبته، ثم أخذه الله تبارك وتعالى. ولا يزال الخير فيكم يا أهل اليمن موجودا بفضل الله وباعتراف أهل الدين والعلم في العالم. والله نذهب إلى بعض البلاد أو يأتي إلينا أحيانا بعض من الهنود من الأعاجم يقولون: نحن نحبكم كثيرا كثيرا لأنكم أبناء الصحابة. قلت: الله يستر، لو تدرون كيف حالنا لغيرتم رأيكم. نسأل الله أن يصلح المسلمين أجمعين. فالشاهد هذه العادة السنوية أنا أستغرب ممن يطبل لها ويذهب إليها ويشد الرحال إليها. أنا ما أمنعك لو كنت عابرا من مفرق ماوية تذهب إلى مكان وركعت ركعتين في المسجد الجنة عادي، أو لو جاءت هذه يعني وافق جمعة من الجمع وأنت في طريقك لا مانع، هو مسجد من المساجد. لكن أن تخصص له هذه الزيارة فهذا تخصيص يحتاج إلى دليل من الرسول، من الذي لا ينطق عن الهوى، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يعد الناس بالجنة ويعدهم بالثواب وبالنجاة من العقاب من دون دليل من الكتاب والسنة فهو من الخراصين، هو يكذب على الناس. ولذلك بعض المسائل التي لا تقال من قبل الرأي إذا قالها الصحابي قالوا هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقول الإنسان في مسألة غيبية من دون أن يكون قد سمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من قال لكم هذا الحديث؟ يظل مسجد الجنة أو مسجد صنعاء أو أول مسجد بني في اليمن كغيره من المساجد لا يخصص بشيء من ذلك، لأن تخصيص العبادات بدون دليل يدخلها في البدع الإضافية. يعني أصل العبادة مشروع، لكن إذا أحدثت لها مكانا أو كيفية معينة أو خصصت لها زمانا تكون بدعة إضافية، لأنك أنت الذي أضفت إليها شيئا لم يكن من الشرع. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتجنبوا الظلم واعملوا على جمع كلمة الأمة، فنصر الله قريب، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، وستعود الأمة وتؤوب إلى رشدها وعزها بإذن الله تعالى. ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. فقال جل وعلا: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعلى سائر الأصحاب من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم في إحسان في سائر الأعصار والأمصار، برحمتك يا رحيم يا غفار. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قم الصلاة.